وعودة أرسنال في الشامبيونز ليج، وليلة سعيدة من ليالي الأبطال على أرسنال بفوز 4-0 في أول ماتش للشامبيونز ليج لأرسنال بعد غياب كتير جدا على الإميريتس ستاديوم ملعب الإمارات، 4-0 قدام بي اس في ايندهوفن. بس اللي يغيظك ان انا بعمل الفيديو ده بعد 8 ساعات من لما الماتش خلص. الاراء كلها محبطه جدا، تلاقي الناس ان هي مستخسره تفرح لارسنال وجمهور ارسنال. يعني مثلا ارسنال يكسب 4-0 ويعمل اكبر نتيجه في خلال الراوند الاولى من الشامبيونز ليج كلها، يقول لك ده بيلعب فريق المفروض يلعب في اليوروبا ليج. ارسنال يخسر الدوري في اخر 3 4 راوندات، يقول لك يا عم ليفربول عملتها مرتين قبل كده. ارسنال يكسب الكوميونتي شيلد، يقولوا لك ده درع خيريه. ارسنال فرقه بنت كلب، يقول لك يا عم تشيلسي فرقه بنت 60 كلب. في ايه؟ مش كده يا جماعه، يعني مش معقوله، خلوا الناس تفرح. يعني ارسنال امبارح عامل ماتش حدث ولا حرج. ارتيتا بيلعب من غير فلسفه، بيلعب بقلبين الدفاع اللي العالم كله بيحسدك عليه، بيلعب بصليبه، بيلعب بجابرييل زيتشينكو، بيلعب بوايت، رايس، هافرتز، اوديجارد، ما شاء الله الكابيتانو بتاعنا الصاعد. يعني احلى حاجه حصلت في ارسنال في اخر 5 سنين هو اوديجارد، خيسوس، تراوسرد، ساكا، ابننا، ما شاء الله فرقه متكامله، فرقه مرعبه. وهاخدك في لفه بسيطه جدا، هحطها لك على الشاشه دلوقتي. هاخدك في لفه بسيطه جدا في الاستحواذ. انا عايز اقول لك مثلا ان استحواذ الماتش اللي الناس بتقول عليه سهل جدا 60% الارسنال و40% البي اس في، عادي. يعني الارسنال ما كانتش 80% ولا حتى 70%، 60 40. يعني هو فارق عن ان الفرقتين يبقوا زي بعض 10% بس، وده طبيعي الفرقه زي ارسنال. فرقه انت لو بصيت للسكواد بتاع ارسنال وبصيت للسكواد بتاع بي اس في هتعرف ليه ده الفرق. وبالنسبه للهجمات، هم مثلا راحوا 11 مره على المرمى، منهم 4 كانوا فيهم خطوره، واحنا رحنا ب 18 مره على المرمى فيهم 8 كان فيهم خطوره. يعني النسب متقاربه، هم 11 انت 18، هم 4 انت 8. بالنسبه للهجوم انا دي بقى الاحصائيه اللي هي تثبت ان بي اس في مش فريق تعبان. هم راحوا 51 مره على الجون، هم راحوا 51 مره على الجون، انت رحت 49 مره بس. انت متخيل؟ هي دي الفرقه التعبانه اللي بيقول لك ان ده ماتش في اليوروبا ليج. انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده، اتقي الله. لا ده مش ماتش في اليوروبا ليج، ده تفوق ونتيجه مجهود من سنين كتير قوي لارسنال. امثال حاجات كتير جدا، امثال ساكا. بص ساكا انت منين، بص مارتينيلي قاعد على الدكه قد ايه، بص تراوسرد انت جايبه منين، جايبه من ولا حاجه، بص خيسوس كان دكه في السيتي، بص اوديجارد كانت ريال مدريد مبهدلاه اعارات، صليبه طلعته اعاره اخد نجم الدوري الفرنسي رجعته، جابرييل جبته من ولا حاجه، وايت من برايتون، زيتشينكو كان دكه مانشستر سيتي، فرايس هو البوم. بس اللي احنا فيه ده مش نتيجه ان رايس جه، لا ده نتيجه تعب كتير قوي، تعب 5 6 سنين، وان الجمهور مستحمل حاجات كتيره قوي جدا. شفت تويته جميله جدا الفتره دي كاتبها حد ارسنال فان، بيقول لك يا بخت الاطفال اللي بتشجع ارسنال دلوقتي، حظهم افضل بكتير من الاطفال اللي كانت بتشجع ارسنال زمان. يعني مش زمان قوي، لا اللي هو في العصر اللي هو ايه، عصر الظلمات، اللي هو يوروبا ليج يا اما ما تلحقهاش، اللي هو السادس والسابع والحاجات دي. دلوقتي ارسنال بتلعب تشامبيونز ليج، مرشحه بقوه جدا ان هي توصل فاينل، مرشحه بقوه جدا ان هي تخلص اول دوري وتنافس على الدوري لاخر لحظات زي ما شفنا السيزون اللي فات لولا سوء الحظ. فاللي احنا فيه ده لارسنال وجمهور ارسنال ده طبيعي جدا، ده نتيجه استمرار صبر قعد فتره كبيره جدا ان احنا في الولا حاجه حقيقي. فدلوقتي لما نيجي نكسب ما تستكتروش عليا وتقول لي لا ده ارسنال بتكسب بالحظ ومجموعه تعبانه. لا مش مجموعه تعبانه، بي اس في فريق محترم مش فريق قوي. معاك اشبيليا يا معلم واخده اليوروبا ليج وكانت بتلاعب السيتي في فاينل السوبر الاوروبي، فرقه محترمه، فرقه ليها وزنها في البطولات الاوروبيه مش في الدوري الاسباني، عشان ما حدش يطلع يقول لي هي فين في الدوري الاسباني. فمجموعه معقوله، ارسنال هو البوب اللي فيهم عادي جدا، يعني مفيش اي مفاجاه، مع ان ارسنال اصلا داخل التصنيف تصنيف تاني مش تصنيف اول. فكونك بتقول لي ان الماتش ده كان تعبان، لا الماتش ده ما كانش تعبان، ده كان ماتش نتيجه تحضير واجتهاد وحاجات كتير جدا. يعني ارسنال عاملها الصراحه. تيجي تبص على طريقه اللعب ولا فزلكه، رايه في الجون. يعني برضو الوقت هيمر وهنكتشف ان في حاجه حاصله ما بين ارتيتا وما بين رامسديل، ما بين ارتيتا وما بين رامسديل في حاجه تخلي رايه يلعب اخر ماتش في الدوري ويلعب ماتش تشامبيونز ليج وبيلعب برجليه ما شاء الله. لا تقول لي اونانا ولا خرا، انا اسف يعني، ولا اونانا ولا فيكاريو اللي توتنهام جابته ولا سانشيز بتاع تشيلسي ولا اي حد، جون جيبل ولا حاجه، اعاره مع امكانيه الشراء
بص بيلعب برجله ازاي. فعلا فعلا انا ابتديت بعد ماتش امبارح ده احس ان هو بيلعب برجله احسن من رامسديل فعلا. والواد بيصد، راح بقول لك هم راحوا ب 11 فرصه، في منهم 4 كانوا على المرمى، فصد صد. بيلعب برجله، بيلعب برجله، بيباصي وما بيباصيش على الارض بس، حتى البعيده بتاعته لما الاربعه المدافعين اللي قدامه او اللي بينزلوا من نص الملعب يستلم منه ممسوكين، بيلعب البعيده بتنزل للعيب، بتنزل على راس اللعيب، بتنزل لجسم اللعيب. فرايا اختيار موفق. برافو ارتيتا، برافو اداره ارسنال، هي قدرت في الاوقات الاخيره من الترانسفير ماركت تخلص في جون زي رايا هيسندك. يعني دلوقتي ارسنال بتلعب في 4 5 6 بطولات، فاهمني؟ قدرت تخلص منهم واحده اللي هي كوميونتي شيلد، بادئ مكمل لك 5 4 بطولات. لسه لازم اللعيبه كلها موجوده. بص لما مارتينيلي عندك اتصاب ما قلتش رجلي وجعاني، عندك تراوسرد قاعد على الدكه مستني الفرصه. حقيقي 4 تجوان ما فيهمش جون اللي هو اللي هو يلا لخبطه وخلاص وجون وخلاص، لا كل جون حلو جدا. حتى الجون بتاع ساك فولو اب من اوديجارد، الكوره اصلا رايحه جون، يعني من زاويه من الزوايا الكوره اصلا رايحه جون. فولو اب من ساكا جميل جدا. تراوسرد واللي هو اصلا رجله قويه جدا بيقف على المنطقه مستنيه، بيتنشأ على كوره ويقوم حاططها. في بعد كده خيسوس، اخيرا خيسوس عمل ماتش حلو جدا لحد ما خرج. ويلكم باك، فعلا ده الماتش اللي هو ويلكم باك لخيسوس. وعجبني ان في كونفرنس بتاع قبل الماتش اخد معاه خيسوس، لعيب متمرس المواقف دي، لعيب ياما راح تشامبيونز ليج، وصل فاينل تشامبيونز ليج، فالاجواء دي مش جديده عليه. عجبني ان هو مش اوديجارد الكابيتان واخده معاه، لا اخد خيسوس اللي هو بتاع المواقف دي. اوديجارد جايب جون تيبيكال اوديجارد اللي هو بتاع منطقه الجزاء، هيهوش وهيمدها وهيقوم حاططها سحفه رايحه في البعيد خالص. فكل ده مجهود والله. ايفن التغييرات، نيلسون لما نزل عمل شغل، سميث رو لما نزل عمل شغل، فييرا لما نزل عمل شغل. وبخصوص فييرا ستيل مصمم ان هو يندمنا على 65 مليون بتوع هافرتس امبارح واخد 110 دقيقه وبرده ما طلعش، راح على الجون مرتين وفي السماء مفيش اي حاجه، بيباصي بس على الارض باصات باكيرسي عاليه، بس ستيل برده انت جايبه عشان كده محتاج وقت. بس ده ستيل 5 ماتش الهافرت من غير اسيست من غير جول. فانت عايز منه ده بس؟ لا انت عايز منه اكتر. ده تشاكا، بس هو تشاكا لما مشي كان في البرايم بتاعه، كان بيطلع منه اكتر من كده. انت لما تشيل تشاكا وحطيت هافرتس اللي هو المفروض لاعب اوفر ريتد عن تشاكا، هافرتس الكلام، هافرتس لسه ما طلعش قماش، لسه ما اشتغلش. مين تاني عجبني لما نزل؟ عجبني ان هو شغل دماغه. عنده ماتش توتنهام في الدوري يوم الاحد، قال لك نريح اللعيبه، ريح يا باشا زيتشينكو، ريح يا باشا خيسوس، ريح تراوسرد ما عنديش غيره دلوقتي، ريح رايس. بص على اللعيبه اللي نزلت دلوقتي ارسنال، حتى المذيع بيقول لك بيخرج رايس بينزل جورجينيو لما نزل برضه هو بتاع المواقف دي، هو بتاع يلا نمسك كوره ونلعب على الارض وهتيجي تاخد مني الكوره هتاخدها في فاول فهرجع ابني الهجمه من اول وجديد. دلوقتي ارسنال وهي بتعمل البيلد اب بتاعها من تحت انت مش خايف، اللعيبه عارفه. بص على زيتشينكو وكمال زيتشينكو 2 بيضغطوا عليه، مش تايه مش خايف، مش هيباصي للقريب، لا ده هيباصي للبعيد بكروس جميل جدا. مبروك لارسنال، مبروك لكل جماهير ارسنال، حقهم يفرحوا. دلوقتي ارسنال اول المجموعه الحمد لله. اشبيليا عملت معانا الصح بعد ما اتعادلت مع لينز في اول ماتش على ارضها. دلوقتي الارسنال الاول ب3 نقط، الثاني والثالث عندهم نقطه، والرابع بي اس في من غير ورا نقطه. هنخرج بعد كده نلاعب لينز، هنخرج بعد كده نلاعب اشبيليا اوي، وده الحلو ان انت هتخلص الماتشين اللي هم المفروض لينز في مستوى بي اس في واشبيليا هو البوب الثاني اللي معاك في المجموعه. هتلاعبهم اوي الاول وبعد كده بقى ترجع تلاعب اشبيليا هوم، هترجع تلاعب لينز هوم، وبعد كده تخرج تلاعب بي اس في اوي. فحقيقي مجموعه حلوه جدا ماشيه في صالح ارسنال، بحيث ان هو يقدر يتاهل من خلال الماتش الرابع او الخامس بالكتير جدا ان شاء الله من غير اي حاجه تحصل، ويركز في الدوري. عندنا ماتش توتنهام يوم الاحد، ماتش قوي جدا، توتنهام فايقه جدا. انا برجح ان ده هيبقى اصعب من ماتش مانشستر سيتي، اصعب ماتش الارسنال في الدور الاول كله من وجهه نظري. فلو ارسنال قدر يخلص الماتش الجاي ده بفوز، النفسيه هتبقى في السماء، وارسنال فعلا هيتنقل في حته ثانيه. ده كان كل حاجه ليها علاقه بماتش ارسنال في الشامبيونز ليج بعد عوده وغياب دمه كتير جدا، نرجع ونفوز 4-0، لا الحمد لله ونشكر ربنا. ده كان كل حاجه ليها علاقه بالماتش. اتبسطت معاكم، لو وصل لك الفيديو انزل اشترك في القناه. اشوفكم على خير، شكرا.